السلام عليكم. الحقيقة أنا شفت فيديوهات النهاردة عن بسمة بوسيل، إن هي في أيام العيد كانت حاضرة حفلات مع رضا البحراوي أو غيره، وشوية ناس منزلة فيديوهات ليها من ستار أكاديمي من 2016 أو قصدي من 2006. وأنا معرفش هو إيه المقصود بالظبط، يعني واحدة معقول هتسيب ابنها في المستشفى بين الحياة والموت، ربنا يحفظه وينجيه، ومحدش يحس بقلب الأم غير الأم فعلا اللي تحط نفسها مكانها. وإن هم منزلين إن بسمة كانت في الحفلات وفي أيام العيد، ورغم إن الفيديوهات شغالة مفيش أي حاجة تدل إن بسمة موجودة. وإحنا حتى لو شفنا في فيديو ان بسمة موجودة مش هنصدق، لان بسمة مقيمة مع ابنها. يعني يمكن تامر النهاردة مثلا تتحرك شوية طبعا عشان الحفلات والحاجات اللي هو متعاقد عليها، زي حفلة الكويت مثلا اللي هو سافر. وطبعا لو حد شاف اللقاء بتاع تامر في الكويت قد ايه تعبان ومهموم، مش باين عليه اي مظهر من مظاهر الفرح، حتى ان هو راح في اي حتة، ولكن غصب عنه. دي تعهدات ودي فلوس ناس، وده بيورينا قد ايه حياة الناس دي بتبقى صعبة قوي. يعني ساعات تركن مشاعرك وتحاول ان انت ترضي الناس وتبسط الناس، وده شيء غصب عننا احنا كبني ادمين عشان مصالح الناس تمشي. فلما الحاجات اللي احنا كنا بنسمعها زمان، ان مثلا تبقى مسرحية شغالة وحد والده متوفي او والدته متوفية ويدفنه ويروح يكمل العرض المسرحي، فعلا طلع حقيقة يعني. لكن احنا بني ادمين، فما تجلدوش الذات اكتر، لان هي اصلا اللي فيها مكفيها، وربنا يقوم لها ابنها بالسلامة. وحطوا نفسكم مكانها. يعني سبحان الله، يعني الطفل ده ربنا بيحبه لدرجة انا مش متخيلة كمية الحب. الطفل ما كملش 7 سنين من عمره، والناس كلها بتدعيله، والناس كلها زعلانة. احنا زعلانين بجد على طفل زي ده، ان ازاي ده تنفجر في جسمه بسبب شوية سخونية التهبت، حصل كده. فربنا ينجيه، ربنا ينجيه، لان دي مرحلة خطر. وحتى الناس اللي مش مدركة خطورة حاجة زي كده، لا افهموا ان الزايدة الدودية دي لما تنفجر في البطن بتعمل التهابات كتير جدا، وبتعمل تسمم، وبتعمل مشاكل مش قليلة. فهم زمانهم على اعصابهم وتعبانين ومضغوطين. وهي يعني رضيت او ما رضيتش، طلعت نزلت رحت جيت، لا ارحموا بسمة شوية، لان هي ميتة. يعني لو ابنها عايش هي ميتة عبل ما ابنها يصحى. الام محدش يجي ناحية مشاعرها، فاكيد هي لا عارفة تاكل ولا عارفة تضحك ولا عارفة تلبس ولا عارفة اي حاجة. هي كل اللي بتطلع تقوله ادعوا لابني، ادعوا لابني، ادعوا لآدم. فهي مش محتاجة اي حاجة في الدنيا دلوقتي. لو الدنيا باللي فيها في كفة وان ابنها يقوم بالسلامة في كفة، هتختار الكفة اللي فيها ابنها. فما تجوش بقى وهي اساسا يا عيني ربنا وحده بس اعلم بيها، تحطوا عليها. لان انا حسيت، يعني انا قعدت شفت كام فيديو كده، لا هو في حملة طيب ولا في ايه طيب. الست يعني ربنا ينجلها ابنها ويحفظه. عيل تعبان حتى مش قادر يا حبيبي يعمل حاجة. لما طفل يدخل العناية ويطلع من العناية، يدخل من العناية ويطلع من العناية، خلاص احنا عارفين الوضع. ولما تامر حسني قال على المشكلة اللي كانت عنده، خلاص احنا كلنا ما فيش في ايدينا غير الدعاء، وان ربنا ينجيه ويحفظه يا رب، اللهم امين. لكن ان تيجوا بقى والناس مجروحة والناس مدبوحة والناس على اعصابها، تطلعوا تقولوا ان بسمة بوسيل كانت في حفلة مع رضا البحراوي في ايام العيد. عيد ايه؟ هي ما جاش عندها العيد السنة دي اصلا. دي واحدة قاعدة بابنها من يوم ما تعب،
مفيش. حتى ابوه اعتذر عن الافراح والناس قدرت ده. ربنا يشفي ابنه وما يوجع قلب حد. وعيب ان احنا نيجي في اوجاع الناس ونتاجر، وعيب ان احنا نيجي في اوجاع الناس ونعمل بيها تشهير بالكذب. يا ريتك حتى، او يا ريتك اللي نشر الفيديو، او الناس اللي منزله حاجات يعني مطلعينها دلوقتي وهي بترقص من 2006. ويعني ايه اللي جاب الحاجات دي دلوقتي وليه دلوقتي؟ فبصراحة دي حاجة يعني مش هي كده الحاجات بتبقى على اليوتيوب، بس ما تعيدوش نشرها في عز ما هي ربنا اعلم بيها. احنا بندعي نقول ربنا يقومه بالسلامة، وندعي كمان لليلى لملك احمد زاهر ربنا يشفيها ويعافيها. هي كمان محدش عارف عندها ايه، واعتقد ان هو ده يعني مش حدش عارف هو عندها ايه برضو، يعني عشان احنا ما ننجمش. يعني هم قالوا ان عملوا التحاليل وعملوا الفحوصات. الاول كانوا بيقولوا عندها حساسية عشان هي نامت وقامت لقت جسمها كله وارم. راحت المستشفى اخدت علاج للحساسية، فقالوا لها يمكن حاجة قرصتك، يمكن كلت حاجة عملت لك كده. ولكن لما روحت صبحت جسمها وارم اكتر من الاول، الم في الجسم شديد. ما حدش عارف برضو هي عندها ايه. تحاليل ما فيهاش حاجة، الفحوصات ما فيهاش حاجة. لحد دلوقتي مش قادرين يكشفوا ايه السبب في الحالة اللي هي فيها وهي في المستشفى. ربنا ينجيها هي كمان، وما يوجع قلب حد على ولاده. وادعوا، احنا مفيش في ايدينا غير الدعاء. ربنا ينجيهم ويحفظهم كلهم يا رب، اللهم امين. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وادعوا، محدش ضامن نفسه ابدا. مسيرنا كلنا نيجي في الحتة دي ونتمنى ان حد يدعينا وتكون دعوته مستجابة، ويكون بينه وبين ربنا عمار واقرب مننا. ما تعرفش دعوة مين ممكن تنجيك، وما تعرفش مين ربنا بيحبه عن التاني. يمكن ده تكفير ذنوب ليهم، وتخفيف ذنوب وأحمال من عليهم. قادر ربنا يزيح الغمة ويرجع الطفل ينور بيته، وترجع ملك تنور بيت أبوها من تاني. اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.